وفي نفس الوقت هو كان بيشوف وسيلة تخليه يستحوذ على النجمة، وبيلاقي ان الحل هي عصا مصنوعة من الخشب والقوة الموجودة في 3 امنيات. وساعتها الملكة بتكون منزعجة جدا من استخدامه السحر المحرم، لكن بمنتهى الذكاء بتقدر انها تحتوي الموقف قبل ما يسود عليها عيشتها. اما بقى ايشا كانت بتحاول انها تدور على داليا وباقي الشله، وبنلاقي ماجنيفيكو وجنوده بيقنعوا الموجودين ان هي اللي خاينه، لكن كان كل تفكيرها ان ازاي تطمن الملكه في وسط خوفها، وبتتصدم لما بتعرف ان سايمون هو اللي اعترف عليها. وسبحان الله الفار بيقدر انه يوصل الرساله للملكه، وساعتها ماجنيفيكو بيقدر انه يحول سايمون لفارس تحت طوعه، وللاسف بيفتن على كل واحد من اصحابه، وشكله كده انه وداهم في داهيه. والحمد لله بفضل فالنتينو بتقدر ايشا انها توصل لاصحابها، وبتحاول انها تصحح لهم وجهه نظرهم قبل فوات الاوان، وبتحكي لهم قد ايه ان ماجنيفيكو كان مغفلهم بقناع كله الوان، وبتطلب منهم يساعدوها انهم يواجهوا ظلم وشر في البلاد. وطبعا لو حابب تشوف الملخص كامل هتلاقيه على قناتي في اليوتيوب، واللينك موجود في البايو. مستنيكم، سلام.